نحن لا نريد. أنت هل تطالب كرجل دين بأنه يعني عندك رغبة أنه تبقى مثلا غير المرجعيات الدينية أنه يبقى البار؟ بلا شك. تريد أن يبقى البار؟ نعم، وكان لي خطاب في سنة 2003 وإخواننا المؤمنين جدا كانوا محضرين الكاسيتات أيام الحملة الانتخابية، بثوها على الناس وقالوا هذا صراحة، يقول أنا طالب بحرية البارات، بوجود البارات. نعم، والآن أيضا أكرر أنه أنا أطالب بحرية. كيف طيب؟ ألا يحرم الإسلام الخمر وبالتالي كرجل دين نعم نحن تفترض أن المحرمات ممنوعات؟ نعم محرم لي، أنا ألتزم شخصيا بأنه لا أرتكب هذه المعصية وأراها معصية ومدخلة للنار بلا شك، ولكن هذا التزام شخصي لا أفرضه عليك ولا على الآخر، لكن حر. الدولة النبوية في المدينة عندما نزل تحريم الخمر ألم ترق الخمور في أزقة المدينة؟ نعم صحيح. هات لي محمد صلى الله عليه وآله. كان هذا حكم مرتبط بالنبي فقط، يعني الأحكام الشرعية التي كان يطبقها النبي عليه السلام مرتبطة فقط بالنبي في تقديرك؟ في فهمي أنا كشيعي أن الحكم الإسلامي يعني تطبيق الإسلام مجتمعيا وإداريا يجب أن يكون بيد المعصوم. بيد غير المعصوم تكون فيه فوائد وفيه مشاكل، ومشاكله وآثاره السلبية أكبر من فوائده، وهذا ما عانيناه طوال 14 قرن إلى الآن. يعني ماذا كان نقص هارون الرشيد؟ هل قلل العمارة في البلاد الإسلامية؟ بالعكس، بغداد في أيام هارون الرشيد كان فيها 10,000 حمام عمومي. بغداد في أيام هارون الرشيد فيها إسالة ماء للبيوت، وفيها شبكة مجاري، وفيها إنارة في الشوارع. إذا ما المشكلة؟